السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جامد جدا النهاردة من داخل مدينة الماطي. النهاردة يا جماعة احتفال عيد النورس في كازاخستان. خليني بقى أوريكم إيه الأجواء والدنيا عاملة إزاي وإيه هو احتفالات عيد النورس في كازاخستان. فخلينا نبدأ الفيديو على بركة الله. هلو سلامات زيت. هابي نورس. هابي نورس. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Nice to meet you. Thank you. Hello. You are from India? India. From which part in India? Can I record it? Yes, Mumbai. Mumbai. Yeah. Mumbai. Bombay. Isfenderiyof or Al Farabi? What is the best? Aspendiaro. Isfenderiyof. واو. بصوا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده دوت بداية الاحتفالات بتاعت عيد النورس. خليني اوريكم الدنيا من جوه عاملة ازاي. طبعا عيد النورس يا جماعة هتلاقي الاحتفالات بتاعته في كل حتة في كازاخستان. وطبعا اكتر حاجة زي ما انتم شايفين في الماطي. هنا الدنيا زي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله دايما بيحبوا الاحتفالات بتاعت عيد النورس. هتلاقي فيه بقى خيم كتيرة وحاجات اللي هي الكازاخستانية. أنا بحاول أوريكم الدنيا عاملة إزاي. بصوا كده هنا عاملين بطريقة اللي هو الخيم الكازاخستانية. طبعا زي ما انتم شايفين بقى الاحتفال الدنيا هنا هيصة. بصوا الخيم هنا دي الخيم الكازاخستانية. طبعا بتبقى فيها اعداد فيه الحاجات اللي هي المشروبات بتاعت الحاجات الكازاخستانيه. انا بحاول اوريكم الاجواء عامله ازاي. طبعا هنا عيد النورس ده عيد مهم العادي في كازاخستان. طبعا بيوروا الناس الحاجات التقليديه. الله الناس الحاجات التقليديه بتاعت كازاخستان. بصوا زي ما انتم شايفين كده بيبقوا عاملين هنا زي خيم وفي نفس الوقت عاملين اللي هو البيع بتاع بيع الايس كريم. عاملين على نظام اللي هي الخيمه الكازاخستانيه. وطبعا في حاجات كتيره بيعرضوها هنا. بصوا في حاجات اللي عاوز يشتري عصاير اللي عاوز يشتري حاجات دي كلها بتبقى معموله هنا بالشكل بتاع الكازاخستان. فطبعا حاجه جميله يعني انهم يعملوا بالطريقه دي. بصوا كل هنا بص يعني بصراحه مزينينها وعاملينها باشكال حلوه قوي قوي قوي. انا بحاول اوريكم الدنيا عامله ازاي. فعاملين اجواء كتيره وفي كمان موسيقى ومش عارف يعني احتفال جامد جدا. انا بحاول اوريكم الدنيا عامله ازاي. طبعا في كل خيمه هنا دي مخصصه لحاجات البيع المشروبات المأكولات الفطاير الحاجات دي. بصوا كده عاوز اوريكم حاجه مهمه. بصوا كده ديت عاملين لوح هنا بتقدروا تيجوا ترسموا تلونوا. عاملينها بالحاجه الشكل كازاخستاني. بصوا عاملين حاجات كتيره هنا. دي طبعا رسومات كازاخستانيه بتيجي اللي عاوز الاطفال اللي عاوز يلون زي ما انتم شايفين حتى الكبار. الحاجه الجميله برضه ان هم حتى الناس الكبار بصوا كده عاملينها بطريقه حلوه قوي. طبعا بحاول اوريكم الدنيا عامله ازاي. طبعا الشكل طبعا زحمه جدا بس زي ما انتم شايفين كده عاملينها بطريقه حلوه بيخلوا الاطفال انها ترسم الناس الكبيره. وطبعا في حاجات كتيره جدا في الاحتفال. طبعا صوت الموسيقى عالي معلش بس انا بحاول اوريكم الاجواء. بصوا الشكل ده. بصوا التصوير عاملين مرايات ان انتوا تيجوا تاخدوا صور هنا تشوفوا نفسكم وتاخدوا صور كلوحه. حاجه فكرتها حلوه قوي قوي قوي. فكرتها جميله زي ما انتم شايفين دي مرايات وبتيجي تتصوروا تحط هنا وتيجي تصوروا. فحاجه جميله. خليني اخد لكم الناس الهنود ديت. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm good. Hello. You are from India? India. From which part in India? Can I record it? Yes, Mumbai. Mumbai. Yeah. Mumbai. Bombay. First time here in Kazakhstan? What? First time in Kazakhstan? No, I'm here from 4 years. Wow, you study here? Yeah. Which university? Aspendiaro. Wow, very good, very good. Yeah. What is the best? We are also students? Yeah. Yeah, Sure. So
what is the best for you? Isfenderiyof or Al Farabi? What is the best? Aspendi Arab. Isfenderiyof. Yeah. Wow. Yeah. So, what do you think about Almaty and Kazakhstan in general? Almaty is very good city. Yeah, it's so beautiful. So, what is the best, Almaty or Astana? Almaty, like we haven't been to Astana, but we have been to Almaty and it's really beautiful. You don't even try to go to Astana even one We time? will maybe this time. Yeah. Wow. Going to it. In June we will visit Astana. Wow, very good, very good. So nice to meet all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye bye. Thank you. Have a good day. Thank you. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى هنا، زي ما انتم شايفين الدنيا هنا عامله ازاي. طبعا الكازاخستين بيلبسوا لبس كازاخي على حبه ديكورات كازاخيه، وطبعا دي فكره حلوه. ازاي انت هنا بتعملوا زي ما انتم شايفين، تقعدوا قدام المرايه وتاخدوا فيديوهات. طبعا كل الخيم اللي هنا زي ما انتم شايفين بيعملوا هنا، بيبيعوا مخبوزات، بيبيعوا عصاير زي ما انتم شايفين. الكرسي اللي هنا ده كله بصوا كده بيبيعوا اللي هو السمسه، بيبيعوا اللي هو المعجنات بصفه عامه، العصاير زي ما انتم شايفين هنا. دي الخيمه طبعا انا بحاول اوريكم الدنيا عامله ازاي، معلش من صوت الموسيقى. طبعا هنا يعملوا بالليل، بصوا الاحتفال ده مسرح كبير اهو. بصوا انا بحاول اوريكم، معلش ده هيبقى مسرح كبير هنا. بصوا كده ده عاملينه هيبقى مسرح كبير هنا، والناس هتيجي. ده كله مجانا يا جماعه. بحاول اوريكم برضو الجزء اللي هنا دوت زي ما انتم شايفين. ده كلها الجزء اللي هنا ده كله نفس الكلام، خيم برضو بتبيع الحاجات الكازاخستانيه. يعني بص حاجه هنا، اوريكم حاجه كده. بصوا كده دي اللبس الكازاخستاني، الطواقي الكازاخستانيه بصوا عامله ازاي. دي حبه حاجات اللي هو الشغل الكازاخستاني، وفي نفس الوقت السلام عليكم. السلام عليكم. هابي ناور. بص ده طبعا اللبس الكازاخستاني ده. ويلكم تو كازاخستان. ده اللبس الكازاخستاني بيعملوه. السلام عليكم. بصوا بقى كمان السلام عليكم. بصوا ده حبة هدايا اللي هو حلقان مش عارف ايه، وفي هنا حاجات للأطفال. بصوا يا جماعة هنا برضه في حبة حاجات للأطفال، فعاملين شغل جامد قوي. طبعا دي كلها زي ما انتم شايفين ناس بتيجي تحتفل، بيجيبوا ولادهم، فبصراحة الدنيا جميلة. حتى عاملين بصوا ميداليات على شكل التفاح الماضي. بصوا كده عاملين اللي هو نظام التفاح الصغير والتفاح الكبير. حاجة جميلة. وطبعا بصوا حتى هنا اللبس ده صوف يا جماعة، يعني الجزم دي الأحذية دي كلها صوف، خامات جامدة جدا. دي كلها شغل يدوي، ده كله شغل يدوي. أنا بحاول أوريكم الدنيا عاملة إزاي هنا. بصوا كده اللبس الكازاخستاني هنا زي ما انتم شايفين، لبس كازاخستاني. هلو كان اي تيك فيو. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه دول اللبس الكازاخستاني. بصوا عامل ازاي، حاجه جميله. بصوا لو تلاحظوا الديكورات لابسين لبس عادي واللبس الكازاخستاني. هلو سلامات زيت. هابي نورس. هابي نورس. Thank you. Thank you. Have a good day. Nice to meet you. Thank you. زي ما شفتوا كده يا جماعة الكازاخستانيات، يعني كله لابس. بصوا اللبس الكازاخستاني على حبة الحاجات الكازاخستانية. بحاول اوريكم الدنيا عاملة ازاي هنا. طبعا دي كلها خيم وحاجات. بص انا بحاول اوريكم الدنيا بجد عامله ازاي. معلش على صوت الموسيقى اللي هناك ده كتير قوي، بس بحاول اوريكم الدنيا عامله ازاي. فقولوا لي ايه رايكم يا جماعه في الاحتفالات عيد النوروز. طبعا عاملين اماكن كتيره للتصوير، يعني زي ما انتم شايفين دي كلها اماكن للتصوير. بصوا بقى الناحيه الثانيه كده، خلينا اخدكم هناك. الجزء برضو اللي هنا ده كده برضو عاملين بيبيعوا اللي هو الشغل اللي هو بتاع الخزف. بيعملوا الشغل الخزف هدايا يا جماعه هنا على ايديهم. ده كل شغل عموله على ايديهم. بصوا كده
شغل كازاخستاني. هابي نور، السلام عليكم. السلام عليكم. بصوا يا جماعه، بصوا الشغل الكازاخستاني ده كله معمول على الايد، يعني حاجه كده، ده معمول كده كله بالخزف، فحاجه جميله قوي. بصوا حاجه جميله. سلامات الزيت. فجميل بصراحه، عاملين شغل حلو قوي 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 قوي. فقولوا لي ايه رايكم في الاحتفال. طبعا في عيد النوغص دايما بيبيعوا الشغل اليدوي. بصوا ده كله شغل يدوي. السلام عليكم. هابي نوغز. السلام عليكم. هابي نوغز. سلام. بصوا يا جماعه، ده كله شغل كازاخستاني، وشنط بصوا عامله ازاي، ده كلها شنط كازاخستانيه. طبعا دي بتتباع جميله جدا، وطبعا وفي كمان ميداليات من هنا. فبصراحه حاجه جميله. انا بحاول اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي. بصوا بقى، قولوا لي في التعليقات ايه رايكم. بصوا يا جماعه، هنا نفس الكلام، لو شفتوا هتلاقي هنا هدايا للاطفال. بصوا كده، خليني اوريكم. بصوا كده، هنا هدايا اهي للاطفال، دي كلها شغل يا جماعه يدوي. عجبني جدا الشغل اللي بيعملوا لي اليدوي. قولي لي، ده كله بقى الخامه دي يا جماعه معموله من الصوف. تخيلوا ان ده كله معمول صوف. حتى بصوا الجزمه دي، بص ما شاء الله غاليه جدا، يعني حاجه محترمه. كل ده معمول من الصوف، حاجه جميل. ده كله فرو يا جماعه طبيعي. بصوا كده، ده كله فرو طبيعي، فحاجه جميله. طبعا انا بحاول اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي، فمعلش على صوت الموسيقى دي جامد قوي. انا بحاول اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي. في برضه هنا دي مشروبات هنا برضه، خيمه هنا معموله. بصوا بيعملوا هنا الاكل شاورما وحاجات زي كده برضه. اللي عاوز سندوتشات، عاوز حاجات شاورما، بيعملوا اهو في الخيمه نفسها. فحاجه جميله. فايه رايكم يا جماعه؟ اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في عيد زي كده، حاجه جميله قوي. ده برضو هنا بيبيعوا جزء من العصاير. بصوا السلام عليكم. هابي نوغز. السلام عليكم. بصوا بيبيعوا هنا حبه عصاير، فريشات، ميه، حاجات زي كده. فجميل بصراحه. عيد النوغص ده يا جماعه من الاعياد المهمه جدا في كازاخستان. هتلاقي كل الملابس التقليديه بتاع كازاخستان، والاعمال اللي هي الحاجات اللي بتتعمل، المشغولات اللي بتتعمل على الايد بيعملوها. حتى هنا بصوا الحاجات دي كازاخستانيه. بصوا يا جماعه، دي كده اللي هي بتبقى كازاخيه. دي هنا اللي هي زي المرجحه، بس بتبقى بالشكل الكازاخستاني. حتى بصوا عامله ازاي، يعني حاجه جميله. انا بحاول والله اوريكم الاجواء. فايه رايكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. بصوا كده، جميله. حاجه جميله قوي. الشغل الكازاخستاني دوت حاجه ممتازه. بصوا هنا الجزء بتاع الاطفال، الجزء بتاع الاطفال. بصوا كده يا جماعه، هنا الاطفال اللي بتيجي عاوزه تلون، تعمل تلوين. بصوا كده، ده عاوزه تيجي تلون للاطفال، تعمل لها الوانات او حاجه ممتازه. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بحاول اوريكم الدنيا. فده باختصار بسيط اللي هو عيد النوغص في كازاخستان. انا حبيت اوريكم الاجواء عامله ازاي، واوريكم الدنيا والاحتفالات في كازاخستان عامله ازاي. في نهايه الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناه. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تسيبوا لي في تعليق. شكرا ليكم، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.